نيجي بقى للجزء التاني من الفيديو. هو الشيطان ممكن يكون في السوشيال ميديا؟ سؤال محير جدا، بس لو فكرت فيها هتلاقي ان ده فعلا انسب مكان ممكن يكون فيه الشيطان. انت بتخاف من الشيطان، وفي ناس كتير بدأت تعرف ألاعيبه، بس لو اتكلمت معاه من ورا شاشة هيقدر يقنعك بحاجات اكتر بكتير من الوساوس: الحياة، زنا، ارتكاب معاصي، وكل ده تحت ما يسمى بالتحرر. طيب هو ممكن الشيطان أصلا يستخدم أجهزة إلكترونية؟ إجابة السؤال ده هتكون غريبة، بس ممكن، لأن الشياطين هما مجتمعات زينا، والأكيد إن هما قدروا يوصلوا لتطور كتير جدا. ده لو مكانوش أصلا هما اللي مخترعين الأجهزة دي، أو حتى لو الأجهزة من اختراع البشر فهم قدروا يستخدموها استخدام كويس جدا. ما هو أكيد حاجات زي الدارك ويب أو الجرائم اللي بتحصل على السوشيال ميديا دي أكيد